عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يحدث في نادي الزمالك الفترة دي شيء الحقيقة صعب جدا للجماهير إنها تقبله، وعملت حالة من حالات الانقسام اللي ممكن يكون موجود ما بين الجماهير. البعض شايف إن المشاكل اللي موجودة منها والنتائج السيئة والسلبية جدا اللي بيعملها الزمالك الفترة دي بيرجع ده إلى الإدارة ومجلس إدارة النادي، والبعض الآخر يرجعه إلى اللاعبين والجهاز الفني. إيه الحكاية اللي موجودة دلوقتي، وممكن نميل لأنهي وجهة نظر فيهم اللي ممكن تكون سبب من أسباب إخفاقات الزمالك المتتالية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريقي، وإيه هو المنتظر الفترة الجاية من مجلس إدارة نادي الزمالك إنه يتعمل مع الهتافات الكبيرة جدا اللي كانت موجودة من الجماهير اللي ما كانتش قليلة في مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري. خلينا نتفق مع بعض في البداية إن كرة القدم معروف إنها منظومة، بمعنى إن في أكتر من عامل موجود فيها وبيشتغلوا كلهم مع بعض، وبالتالي أي مشكلة ممكن تكون موجودة عندك في هذه المنظومة هتؤثر بشكل أو بآخر على الفريق. تختلف بقى قدر التأثير ودرجة التأثير وفقا للخلل اللي موجود في المنظومة ده موجود فين. المنظومة دي عبارة عن إيه بمنتهى البساطة؟ عبارة عن مجلس إدارة، وعبارة عن تيم أو فريق كورة موجود بجهازه الفني ولاعبين. فالنهاردة ما تقدرش تقول إن المشاكل اللي موجودة مع الزمالك، وإن كان الإدارة تسببت فيها بشكل مباشر من وجهة نظري الشخصية، لكن ما هياش المشكلة الأساسية، لأن غلط كبير جدا إن أنت كواحد بتفكر وبتبحث عن حل للمشاكل اللي موجودة عندك إنك أنت تلقي باللوم على جانب واحد بس من الجوانب اللي موجودة في قلب المنظومة، وتنسى الجوانب التانية إنك أنت ما تتكلمش فيها. يعني الصفقات طبعا واضح إن هي دون المستوى، واضح إن هي لا تليق بنادي الزمالك وبقيمة نادي الزمالك، واضح إن هي فيها سمسرة عشان أكون صريح معاك، لأن النهاردة صعب جدا 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 إنك أنت ما توفقش في كل الصفقات اللي جاية. أنا خلي بالك أنا دخلت لك على طول في الجانب الإداري، وهكلمك على جانب اللاعبين بعد كده. يعني طبيعي ان اي نادي في الدنيا لما بيتعاقد مع صفقات تتعاقد له مع 5-6 صفقات، يطلع صفقة منهم او 2 بالكتير دون المستوى. لكن معنى انك انت تتعاقد مع 7 أو 8 لاعبين وفي النهاية شوف ان ال7 أو 8 لاعبين ما يصلحوش كلهم، لازم هنا شك، لازم هنا اقف وقفة واقول لك لا، هنا في مشكلة، هنا واضح ان الصفقات دي فيها بعض الشبهات اللي ممكن تكون موجودة، وإنك أنت ما تعاقدتش معاها غير على هذا الأساس. صفقة أجنبية ما أنتش عارف تجيب، بعض المشاكل الإدارية اللي أنت مش قادر تحلها، التذبذب في القرارات الخاصة بالإدارة بشكل عام وتحديدا في فريق الكورة. مشي فيريرا، لا رجع فيريرا، فيريرا راجع بس بجهاز فني أجنبي، لا مش راجع بجهاز فني أجنبي ومعاه أسامة نبيه، وانت عارف ان الاتنين بينهم مصانع الحداد وبينهم مشاكل كتيرة جدا. انك تاخد قرار بانك انت تمشي امام عاشور في توقيت انت محتاجه جدا في اخر يوم في الانتقالات الشتوية، وما تفكرش ان انت تعوضه بلعيب اخر. قعدت تفوض احمد القندوسي 80 يوم وفي الاخر الاهلي خلص في 8 ساعات. دي كلها حاجات اكيد الجماهير لازم تشك فيك، وكلها قرارات، زائد ان في بعض المشاكل المادية المتعلقة بالفرقة. يعني الفرقة في لعيبة كتير جدا لم تحصل على مستحقاتها بسبب الحجز اللي موجود على النادي، اللي المفروض ان انت دورك كرئيس نادي انك انت تحل المشاكل اللي موجودة دي، وطول الوقت انت بتطلع تهاجم في الفضائيات، بتطلع تتكلم وبتغلط في لعيبتك وبتشتم في لعيبتك، اللي هجيلك كمان شوية، لان هم بالمناسبة هم ما هماش بعيد عن القصة. يعني اوعى تفتكر ان اللعيبه بعيده عن قرارات الاداره، لكن لما تيجي تقارن الفرق بين مرتضى منصور الاول في السنتين اللي فاتوا وما بين مرتضى منصور دلوقتي، هتلاقي ايه؟ هتلاقي بمنتهى البساطه الراجل لما ما كانش بيطلع كان مقفول على فرقه الكوره، كانت ماشيه بشكل جيد وكانت بتكسب والقصه كانت ماشيه. لما بدات بقى تطلع كل يوم في القناه س والقناه ص وعلى قناه النادي، وبدات ان انت تتصرف بشكل غريب، بدات هنا المشاكل تظهر. بدأ أمير يظهر إن هو الفترة اللي فاتت دي كان نجح بالصدفة. يعني النجاح اللي كان موجود فيه، عارف ليه بقول لك كده؟
مش بقول لك كده عشان في اخفاق ممكن يكون موجود الفتره دي، لكن انا بقول لك كده علشان مش ممكن يكون مدير كوره او مشرف على الكوره في كم المشاكل دي كلها ومش قادر يحتوي الفرقه بتاعته، وتقول لي ان هو راجل بيمارس الاداره باحترافيه. الكلام ده للاسف غير صحيح. نيجي بقى على اللعيبه واللي عليها عاتق اكبر من وجهه نظري وجانب اكبر في المشاكل اللي بتحصل. وضع طبيعي انك عندك مشاكل مع رئيس النادي بيطلع يهاجم بعض لعيبتك، في بعض اللعيبه اللي عندها مشاكل مع فيريرا وجهاز المعاون، في بعض اللعيبه اللي عملت شله كده زي الشلاليه اللي كانت موجوده زمان ايام احمد غانم سلطان والمجموعه دي لو تفتكروها. كل ده موجود حاليا في الفرقه، لكن انت المفروض فين؟ يعني فين الجماهير اللي بتدعمك وبتساندك وبتأيدك؟ فين احساسك انت كلاعب كوره تحولت لموظف ما انتش لعيب؟ يعني فين احساسك انت ان انت المفترض بالنسبه لك انك انت تقدم افضل حاجه عندك عشانك انت يا اخي، بلاش عشان خاطر الجماهير والناس اللي موجوده وكل الكلام اللي ممكن تكونوا بتسمعوه. لكن هل انت ما عندكش غيره؟ سيبك من الغيره على ناديك، ممكن تكون زي مصطفى شلبي كده اعلنتها صراحه، التعاقد معاه كان خطأ كبير جدا جدا من إدارة الزمالك لأنه خلاص أعلن انتمائه، فما فيش مشكلة. وكمان هو ما عندوش مقاومات اللعيب المحترف، في لعيبة كتير لعبت أهلي وهم زملكاوية، وفي لعيبة كتير لعبت زملكاوية وهم أهلاوية، لكن عنصر الاحتراف الراجل بيعمل اللي عليه وبيشتغل وبيأدي كل حاجة ممكن تكون موجودة عنده. لكن فين خوفك أنت على قيمة اسمك أو على طموحك إذا كان عندك طموح أصلا وعايز تاخد الزمالك كفترة كده تقدر ان انت من خلالها تحترف او تقدر ان انت تعلي من قيمة عقدك لما تظهر مع الفريق بشكل جيد. الحقيقة مشاكل كتير، واعتقد ان مش حلقة واحدة هي اللي ممكن تخلينا نتكلم على كل المشاكل اللي بتكون موجودة، لكن دي حلقة في بداية سلسلة حلقات ان شاء الله هنعملها في مجلس الإدارة. عايز اختم بس بحاجة مهمة جدا عشان البعض اللي بيتكلم وشايف من وجهة نظره ان في بعض اعضاء مجلس الإدارة في الزمالك بيفكروا بالاستقالة او مرتضى منصور نفسه بيفكر بالاستقالة. عايز اقول لك بس شيل من دماغك الكلام ده، لا مرتضى منصور بيفكر في الاستقالة ولا هيستقيل ولا هيمشي من النادي ولا حد من اعضاء مجلس الإدارة، طالما ان هم مش صراحة مع انفسهم وما بيفكروش في المشاكل اللي موجودة، واهم حاجة الكرسي واهم حاجة المنصب، يبقى ما تنتظرش منهم حاجة.